مرحب بكم في أول فيديو من سلسلة تعليم التستنج. أنا أحمد السبكي. هبدأ معاكم بهيدلاينز كده عن السوفت وير تيستنج، الناس اللي ما تعرفش المجال أو داخلة فيه جديد. لو بتبدأ طريقك في مجال السوفت وير تيستنج أو حتى عايز تفهم ليه المجال ده مهم، الفيديو ده أكيد معمول مخصوص ليك. النهاردة هنتكلم عن مفهوم التستنج، أهميته والأدوات والأدوار اللي بيلعبها في تطوير أي سوفت وير. فيلا بينا نبدأ. الجزء الأول معايا النهاردة هو يعني إيه سوفت وير تيستنج. أول حاجة لازم تعرفها إن التستنج هو عملية بنعملها عشان نتأكد إن السوفت وير اللي شغال قدامنا ده شغال زي ما انطلب مننا بالظبط من العميل في الريكويرمنتس، وكمان شغال بكفاءة وبدون مشاكل. طب إزاي بنعمل ده؟ أو إزاي نتأكد إن السوفت وير فعلا معمول زي ما انطلب مننا وشغال بكفاءة؟ بنشوف ده من خلال حاجتين أساسيين. الحاجة الأولى، هل السوفت وير شغال زي ما انطلب؟ الحاجة التانية، هل في أخطاء أو في bugs في السوفت وير؟ علشان نديك مثال يوضح لك الحاجة الأولى، ممكن لو احنا عندنا سوفت وير بيحسب إجمالي فاتورة معينة، فأنا عايز أعرف هو شغال مظبوط ولا لأ، فهتأكد هل هو فعلا حسب إجمالي الفاتورة دي مظبوط ولا ما حسبوش مظبوط. طيب، عشان أديك مثال يوضح لك الحاجة التانية، في أخطاء في السوفت وير ولا مفيش؟ هشوف السوفت وير ده، هل هو وانا شغال بستخدمه وقف فجأة مثلا؟ هل البيانات اللي بتتحسب بتطلع ريزلتس مظبوطة ولا لا؟ هل التصميم بتاعه مريح؟ هل الاستخدام بتاع السوفت وير نفسه والسرعة بتاعته كويسة ولا بطيء ولا ايه بالظبط؟ دي الحاجات اللي انا هتشيك بيها السوفت وير بتاعنا محقق متطلبات العميل ولا مش محققها. دي اكزامبلز عليها. طيب، الجزء اللي بعد كده هتكلم معاك النهاردة ليه أصلا التستنج مهم. التستنج مهم، والشركات بتستثمر فيه وقت ومجهود وفلوس. طيب، ليه ده كله؟ الإجابة ببساطة إن التستنج بيوفر كتير جدا على الشركات دي على المدى الطويل. وعلشان الشركات دي تقدر تحقق أول حاجة الجودة، تضمن الجودة أو الكواليتي. لما بتعمل تيستنج بتضمن ان المستخدم اللي هيشتري المنتج ده مش هيواجه مشاكل مزعجة تخليه يسيب المنتج او يدي عنه تقييم سيء. تاني حاجة، الشركات دي عايزة توفر فلوس، وبالتالي لما تعمل اصلاح للباجز او المشاكل اللي بتظهر في السوفت وير بعد لما نعمل له ريليز او بعد ما بنخرجه خلاص للكاستمر النهائي، ده بيكلف الشركة اضعاف مضاعفة من ان انا اصلح المشاكل دي قبل ما اطلع المنتج للاستخدام. وبالتالي السوفت وير او السوفت وير تيستنج، التيستنج بيوفر الحاجه دي ان هو بيحل المشاكل قبل ما اقول يا جماعه خدوا استخدموا السوفت وير. لان انا لو طلعت السوفت وير والناس استخدمته هاجي احل المشاكل دي هتكلفني اضعاف مضاعفه من الفلوس، وبالتالي هو بيوفر الفلوس. من ضمن الحاجات برضو، مش كل الحاجات لكن من ضمن الحاجات، سمعه الشركه. المنتجات اللي فيها مشاكل بتأثر بالسلب على سمعة الشركات، خاصة لو كان المستخدمين كتير. زي ايه؟ زي تطبيقات التليفون. تطبيقات التليفون بيستخدمها ملايين، يمكن مليارات الناس، زي مثلا ابلكيشن فيسبوك عليه مليارات. بالتالي لو كان في مشكلة في الاب ده هيؤدي نتيجة سلبية لسمعة الشركة. طيب، تعال نشوفوا بوينت تانية نتكلم فيها. ايه الاخطاء طيب اللي ممكن نلاقيها او نكتشفها بالتستنج؟ امثلة للاخطاء دي الكراشنج، زي انك تكون بتستخدم ابلكيشن وفجأة يقف منك لو ضغطت على اي زرار معين. زي مثلا زي ما قلنا من شوية ان هو يكون بطيء. لو التطبيق ده او الابليكيشن ده مثلا بيحتاج وقت طويل عشان يفتح صفحة او يحمل بيانات معينة، دي من ضمن المشاكل. لما يكون في اخطاء في الحسابات، إنك تعمل فاتورة زي ما قلت قبل كده والمبلغ النهائي يطلع غلط. لما يكون في برضو مشاكل في اليو اي بتاعة الابليكيشن او الويب سايت، الواجهة بتاعة المستخدم يعني بالعربي، الزراير البوتونز مش بتستجيب، التصميم مش واضح او مش مريح، كل دي مشاكل. طيب، تعال نخش على حاجة مهمة جدا في التستنج، هي انواع التستنج. عندنا نوعين اساسيين في السوفت وير تيستنج، حاجة اسمها مانوال وحاجة اسمها اوتوميشن تيستنج. هنا هنعرف الفرق ما بين التستنج اليدوي او المانوال والتستنج الاوتوميشن الآلي.
طيب ايه التستنج اليدوي؟ التستنج ده لما بنعمل تيست للبرنامج بايدينا او بنفسنا، نضغط على الزراير بنفسنا، ندخل بيانات بنفسنا بايدينا، وتشوف الريزلت. زي مثلا لو عندك تطبيق بيبيع بنتم عليه تداول بيع وشراء، بتدخل بيانات منتج مثلا وتشوف هو طلع الريزلت بتاعت اسعار المنتجات دي في الباسكت كام مثلا، وتكالكوليتها انت بايدك وتقارن، وبتشوف الابليكيشن او الويب سايت ده طلع النتيجة مظبوطة ولا مش مظبوطة. ده مانوال تيستنج. التستنج بقى الاوتوميشن غير كده خالص، احنا بنستخدم تولز او ادوات او برامج عشان نعمل التستنج بشكل اسرع وبشكل ادق. وده بنعمله او بنلجأ له عادة لما بيكون عندي مئات التستات او منتجات مثلا عايز اختبرها، والادوات والتولز بتساعدني ان انا اقدر اعمل ده بشكل اسرع، لان هي عادة بيكون في حاجات تكرارية. طبعا الموضوع فيه تفاصيل اكتر من كده وفيه كيسز سبيسيفيك اكتر، بس انا بديك فكرة عامة كراجل لسه داخل المجال. بالخلاصة، التستنج مش مجرد خطوة اضافية، ده خط الدفاع الاول اللي بيضمن ان المنتج اللي بيطلع لك او بيطلع للمستخدم ممتاز وامن. في الفيديوهات الجاية إن شاء الله هنشرح بالتفصيل أنواع التستنج، إزاي تبدأ، وإيه الأدوات اللي ممكن تستخدمها. متنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب لو شايف إن الفيديو مفيد، واستنوني في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. شكرا ليكم. سلام.